السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله طبق الناجتس الخفيف دوت بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية جدا، مش هتكلفنا حاجة. طبعا انتوا عارفين الحاجات ديت الولاد بيحبوها جدا، فنعملها لهم في البيت بطريقة سهلة وتعجبهم ان شاء الله. ده شكلها بعد ما استوت، وهنشوف دلوقتي طريقتها ازاي ومكوناتها. هنبدأ مع بعض بالمقادير. عندنا نص كيلو من الصدور. لو هناخد الصدور يبقى هنحتاج معاها 100 جرام من الدهنة، علشان الصدور بتبقى بطبيعتها طريقة ناشفة شوية. اما لو الوراك خلاص مش هنحتاج لها اي دهون. وعندنا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكركم وكاري ونص معلقة صغيرة من الكزبرة. هنضرب الفراخ في الكبة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، وهننزل عليها بالتوابل. وبعد كده لما تنعم معانا هننزل عليها بنص كوباية من البقسماط المطحون عشان تبقى متماسكة معانا وما تفكش واحنا بنشكلها. زي ما احنا شايفين كده هننزل بالبقسماط وهنضربها بس يا دوبك كده نص ضربة تلم معاها البقسماط بالشكل ده. وبعد كده هنقدمها هننزلها في طبق وهنبتدي بقى نشكلها. عندنا هنا دقيق وبقسماط وبضايع عليهم رشة ملح وفلفل، وعليها ربع كوباية من الحليب. اخدت كده قسمت المقدار على نصين، اخدت نصه وهبتدي اشكله باي بقى يعني حاجة عندنا بتشكل. انا عندي هنا استسهلت وعملت بالغطا. ممكن انتي لو عندك اشكال تانية تعملي بيها مفيش مشكلة. انا كان عندي نجوم برضو اللي بتشكل اللي هي البسكوت دي، مفيش مشكلة ممكن نعمل بيها اي شكل متاح. اهيت ده شكل النجوم. في بردك اشكال تانية على شكل قلب، اي شكل متاح عندنا نعمل بيه مفيش مشكلة. المهم النتيجة يعني في الاخر. بس بعد كده اللي هنشكله هنطلعه على الدقيق، هنبدره كده في الدقيق، وبعد كده هننزل بيه في البيض واللبن، وبعدين هننزل فيه هنطلعه على البقسماط، هنخليه بقى ياخد طبقة من البقسماط على الجنبين. وبعد كده هنطلعه على طبق ونسيبه شوية في الفريزر يشد كده نفسه شوية قبل ما نقليه. اهو زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا مش هنعمل شوية ونقليهم على طول، لا احنا هنعمل كل الكمية. ممكن نعمل كمية كبيرة ونشيلها عندنا في الفريزر في اي وقت مستعجلين ومفيش وقت ان احنا نعمل اكل، هنطلعها ونعملها جنبها بطاطس محمرة وسلطة خضراء ونعمل سندوتشات مفيش اي مشكلة، او مكرونة زي ما انا عملت في الفيديو. المتاح عندنا نعمله. طبعا بتوفر وقت ومجهود كبير جدا، وطعمها بيبقى تحفة جدا، يعني كمان احلى من البانيه. ادي الكمية بتاعتنا نص كيلو عمل 20 قرص من دوت من الحجم ده، فكانت كمية حلوة معقولة. بعد كده هننزل فيهم في زيت متوسط الحرارة وهنطلعها لما تتحمر على الجنبين اهو بالشكل ده. طبعا منفوخة زي ما انتم شايفين اهوت، مش مكتومة من جوه ولا اي حاجة اهو. وطعمها حلو جدا بجد، لو جربتوها هتعجبكم جدا وهتستغنوا عن البانيه كمان. ده شكلها بعد ما اتقلت اهوت. هنقدمها بقى يا اما جنبها زي ما قلت لكم بطاطس محمره وسلطه خضراء، او زي ما انا عملت كده اي نوع من انواع المكرونه. انا عملت هنا مكرونه سباكيتي، فاللي انتوا حابين تعملوه واللي ولادكم بيفضلوه خلاص اعملوه مفيش مشكله. طبعا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تكتبوا لي كومنت وتقولوا لي رايكم ايه ولايك للفيديو، ونتقابل مع بعض ان شاء الله في فيديو جديد.